كل واحد فينا كده عنده أكلة من كتر ما هو بيحبها بيبقى متخيل إن هو لو قعد ياكلها كل يوم طول عمره مش هيزهق منها، بس لو حد فينا فعلا اتحط في الموقف ده قبل كده ولقى إن هو مجبر إن كل يوم ياكل نفس الأكلة اللي هو بيحبها جدا دي كل يوم، هيجي عليه وقت وهيزهق من الأكلة دي جدا لدرجة إن هو ممكن يكرهها أصلا. والموضوع ده على فكرة مش بس مع الأكل الحادق، ده حتى مع الحلويات اللي هي بمثابة مكافأة للمخ. لو في صنف واحد من الحلويات قعدت تاكله كل يوم برضه هيجي عليك وقت برضه ومش هتبقى طايق. مش غريب شوية الموضوع ده؟ في 2001 في دراسه اتنشرت في ذا جورنال برين، جابوا 9 اشخاص وقعدوا ياكلوهم في شوكولاته، وفي اثناء ما هم بياكلوا الشوكولاته دي كانوا بيراقبوا النشاط بتاع المخ بتاعهم او الاشارات الدماغيه اللي المخ بيقوم بيها وقت اكل الشوكولاته كل مره، وكانوا من خلالها بيقيموا مدى استمتاع كل واحد فيهم وهو بياكل الشوكولاته، وهل هو عنده المقدره او عنده القابليه ان هو ياكل اكتر ولا لا. ولقوا ان التقييمين دول، ان هو مدى استمتاع كل واحد وهو بياكل الشوكولاته وهل هو عايز اكتر ولا لا، بيقلوا مع كل قطعه شوكولاته بياكلوها. وده بدوره انعكس على نشاط المخ وخصوصا في القشره الدماغيه الاماميه. النشاط اللي فيها اللي بيتفاعل مع الاكله دي كل شويه بيقل، المخ خلاص ما بقاش مبسوط بيها زي الاول. وتخيل ان ده بيحصل مع الشوكولاته، انا مش بقول لك سبانخ مثلا. ده بقى في العلم بيتسمى sensory specific satiety، يعني الشبع الحسي المحدد. وده معناه انك كل ما بتتعرض لنفس المحفز ده عدد مرات اكتر كل ما استجابتك ليه بتقل. ولو فكرت في الجمله الاخرانيه دي هتلاقيها ان هي مش مع الاكل بس، هتلاقيها حرفيا بتحصل مع كل حاجه معاك. مع الاغنيه اللي انت بقالك اسبوعين بتسمعها كل 5 دقائق وجيت فجاه لقيت نفسك خلاص مش عايز تسمعها تاني. مع والدتك في البيت اللي انت دايما بتسال نفسك وبتستغرب هي ازاي قادره تمسك الاطباق السخنه دي او الحلل السخنه دي بالمنظر ده، في حين ان انت اهو شحط طويل عريض مش بتعرف تمسكه. وهكذا حاجات تانية كتير بقى فكر فيها. فهي نفس القصه اللي بتحصل في دماغك مع الاكل هو دماغك بيطبقها في اي حاجه تانية. ولو جينا بقى للحق وبقينا حياديين كده هنلاقي ان الموضوع ده مفيد، وده لانه بيساعدنا ان احنا نقدر نتنوع في الاكل اللي احنا بناكله، وبالتالي هنقدر ناخد اغلب العناصر الاساسيه اللي اجسامنا محتاجاها من كل الاكل اللي موجود. وده السبب اللي بيخلينا بنميل اكتر او بنحب اكتر فكره الاوبن بوفيه، لان احنا هنا مش ملزمين بصنف واحد ولا اتنين، انت دلوقتي قدامك بتاع 20 30 صنف، فانت طول ما انت بتاكل دماغك مبسوطه ان هي شايفه كل التنوع ده قدامك. طب انا برضو لسه حاسك مستغرب من التجربه بتاعت الشوكولاته دي. شوكولاته؟ ده انا بعد ما بقوم مدغدغ الغدا وببقى مش قادر اخد نفس ولا اقوم اغسل ايدي ما عنديش مشاكل ان انا احلي. سؤالك حلو واستغرابك في محله. فعلا انك تقوم شبعان من على الاكل دي نقره، وانك تقدر تحلي بعد الاكل دي نقره ثانيه خالص. عايز اقول لك ان الموضوع ده صح، بس برضه بيخضع لنفس القانون او نفس الشرح اللي احنا شرحناه في الاول، وهو السبيسيفيك سنسوري ساتايتي. الدكتوره باربرا رولز عالمه التغذيه فسرت ليه دايما الناس بيبقى عندها قابليه ان هي تحلي او تاكل حاجه حلوه بعد الاكل حتى لو شبعانين. وهو ببساطه ان احنا بنقوم شبعانين من الاكل اللي احنا كنا بناكله، فاحنا نقدر ناكل نوع اكل تاني مختلف، وخصوصا لو حاجه زي السكريات لان هي سهله الهضم، دماغك بيحبها، بتفرز لك شويه دوبامين فبتتبسط وتشعشع كده، وباقي كل الاسباب اللي احنا عارفينها. ولكن برضه لما بتقعد تاكلها لوقت كبير او بكميات كبيره بنرجع لنفس المبدا اللي احنا لسه شارحينه، وهو السبيسيفيك سنسوري ساتايتي. وده ظهر في تجربه لما جابوا مجموعه من الناس وقعدوا يقدموا لهم اطباق ماكن تشيز اللي هي مكرونه بالجبنه. قدموا لهم اطباق ماكن تشيز بكميات ضخمه وقالوا لهم كلوا لغايه ما تشبعوا. كلوا وشبعوا وخلاص سكتنا شويه، جم بعدها بشويه حطوا لهم نفس الاطباق تاني، نفس المكرونه بالجبنه، ولقوا طبعا زي ما انت متوقع دلوقتي ان الكميه اللي كلوها من المكرونه بالجبنه دي تاني مره اقل بكتير من الكميه اللي كلوها في اول مره. وبرده لقوا ان مدى الساتسفاكشن بتاعهم او مدى الرضا بتاعهم في اول مره وهم بياكلوا اقل بكتير من تاني مره. جم تاني يوم حط لهم نفس طبق الماكن تشيز او المكرونه بالجبنه تاني، كلوا لحد ما شبعوا وريحوا شويه، بس جم بقى النهارده حط لهم في الطبق التاني او المره التانيه ايس كريم. لقوا ساعتها ان كميه الايس كريم اللي كلوها في المره التانيه في اليوم التاني هي 3 اضعاف كميه المكرونه بالجبنه اللي كلوها في المره التانيه في اليوم الاولاني، برغم ان هم في اليومين او في المرتين كانوا المفروض شبعانين. ولما جم سالوا المشتركين بعد التجربه دي ان هم يقيموا مدى حبهم لطبق المكرونه بالجبنه ده، لقوا ان هم قالوا في المره الاولى قبل التجربه اصلا ما تتعمل او قبل ما ياكلوا في اول يوم ان هم قالوا التقييمات عاليه جدا، ولما تقدم لهم نفس الطبق تاني في المره الثانيه التقييمات دي قلت، في حين ان هم لما طلبوا منهم ان هم يقيموا مدى حبهم للايس كريم قالوا برضو في الاول ارقام عاليه جدا. وحتى بعد ما اكلوا المكرونه بالجبنه او الماكن تشيز دي في اول يوم وسالوهم برضو عن مدى حبهم او تقييمهم للايس كريم كان برضو التقييم بتاعهم عالي جدا، برغم ان هم دلوقتي شبعانين تماما. فلما جم بقى قدموا لهم تاني يوم الايس كريم ده بعد اول ما شبعوا من الماكن تشيز في اول مره وطلبوا منهم ان هم يقيموا حبهم للايس كريم تاني،
لقوا برضو ان تقييماتهم قلت عن اول مره سالوهم فيها. وهو ده الاحساس، السبب اللي هيخليك تاكل اكتر لو انت قاعد على ترابيزه فيها تنوع في الاصناف اكتر. والموضوع ده زي ما هو مفيد، زي ما قلت لك ان هو بيساعدك انك تنوع العناصر الغذائيه او نوعيات الاكل بتاعتك اكتر، ولكن هو برضو في الاخر خطير، لانك ممكن تفضل تاكل تاكل وانت مش حاسس، وتدخل جسمك سعرات حراريه اكتر من احتياجه وانت مش حاسس، وبعد كده تشتكي وتسال انا ليه بتخن. فبعد كده لو لقيت انك زهقت من اكله انت بتحبها او عايز تحلي بعد الاكل ضروري وانت مش فاهم ليه، افتكر الحلقه دي، وافتكر اذا كنت عملت لايك وشير ولا لا، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.